ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. زي ما في اكل صحي واكل مضر للجسم، في اكل صحي واكل مضر للعقل. الاكل الصحي للجسم طبعا هيخلي عندك طاقة، هيخلي صحتك احسن، هيخلي وزنك مناسب، هيخليك اقوى. الاكل المضر هيسبب لك زيادة في الوزن، هيسبب امراض الضغط والسكر والقلب. في فرق ما بين المعلومات المفيدة والمضرة زي الاكل الصحي والمضر. أي صور، أغاني، أفلام، أخبار، كلام هو يعتبر أكل للعقل. يا ترى بتتابع الصور والأغاني والأفلام والأخبار المضرة ولا المفيدة؟ الإيجابية ولا السلبية؟ أكتر حاجة بقى مضرة للعقل هي السياسة. دي دايرة كلها ناس مستفيدة، انت الوحيد اللي مش بتستفيد أي حاجة. في حاجات كتير مش حلوة بتحصل في العالم، في شرور بتحصل في العالم، وهتفضل تحصل وانت ملكش سيطرة عليها. مش هتقدر تسيطر عليها، مش هتقدر تغيرها. انا شخصيا مش بحب اتابع الاخبار، واحيانا بضعف يعني وبتابعها سواء على التلفزيون او السوشيال ميديا. وطبعا في التلفزيون والسوشيال ميديا احيانا بيبالغوا في الاخبار علشان المشاهدات. لو انت خلاص مش قادر وعايز تتابع اي خبر، اقرا بس العنوان، مش لازم تقرا الخبر كله بطعم. تابع دايما على السوشيال ميديا خصوصا على اليوتيوب الناس اللي بتتكلم عن مواضيع تنمية بشرية. دي اكتر حاجة هتفيدك، لان زي ما قلتلك قبل كده علم النفس ده هو اساس كل العلوم، لانه دايما بيركز على حياتك وبيديك احسن الحلول اللي تساعدك ان انت تعيش حياتك باحسن شكل ممكن. وفي حاجات تانية ممكن تتابعها برضو على السوشيال ميديا، زي الحاجات اللي تخص المجال بتاعك ايا كان، وتطور من نفسك فيه اول باول. وفي مواضيع تانية مفيدة زي العلوم، الفنون، التاريخ، معلومات طبية. كل ما تدي لعقلك أكل مفيد هتلاقي نفسك بتتطور أكتر، بتكون سعيد أكتر، وهتعرف تحقق أهدافك. كل ما تدي لعقلك أكل مضر هيجيلك إحباط وعمرك ما هتتطور، وهتلاقي نفسك بتتعصب على الناس اللي حواليك وبتعمل مشاكل. شكرا جدا، واشوفكم على خير الحلقة الجاية. كل الصحة، كل السعادة، سلام.